انا بنضف السمك كده زي ما انتم شايفين. انا جايبه سمك بولتي، نضفته كده بطريقه حلوه وسريعه، وبنقعه في ملح ليمون وليمون، وبخليه زي الفل. بعد كده بجيب التتبيله بتاعتي، بجيب توم، وبجيب كام قرن شطه كده حامين، وخل وليمون وكمون طبعا، وشويه قرفه صغيرين، وملح الليمون. ملح الليمون بيفرق كتير في السمك، بيديله مزازه كانك عصرتي ليمون كتير. اهو عملنا الخلطه، بصوا جميله اهو زي الفل. وملح طبعا بنحيقه، وكمون وليمون وكده، ونشوف الحدق بتاعه. وهجيب بقى السمك اهو وهملحه، وهنعمله بقى حلو كده وجميل، وان شاء الله هيبقى مقرمش وجميل. هنشوف هنحط التوابل كمان ايه في الدقيق. هملح معاكم السمك كله بقى، والراس والقلب من جوه وكله، واحط له زيت غزير عشان يستوي كمان من جوه. بصوا عامل ازاي من جوه، ملحته بطريقه حلوه قوي كله كده. والمكرونه سمك مكرونه، بحط السمك المكرونه في قلب التتبيله عشان تاخد كده وتشرب من جوه، بدل ما افضل امسك واحده واحده. وهنقليه بقى سوا، وهنشوف هيبقى طعمه عامل ازاي. البصله كده غمقت معايا، خدت اللون الذهبي. انا مش عايزه احرقها قوي عشان ما تمررليش. بصوا خدت اللون الذهبي معايا ازاي كده، حلوه قوي كده. احط بقى من خلطه السمك. طبعا خلطه السمك دي بتخليها بقى في حته تانية خالص، مكرمله وجميله ازاي معايا. البصله ما بنعملهاش، ما نحمرهاش اكتر من كده. احط بقى الخلطه، بسم الله. انزل كده بشويه حلوين من خلطه السمك، وانزل بقى بمكعب ماجي. مكعب الماجي برضو بيخلي عليها طعم حلو كده. احط لها مكعب ماجي، واحط بقى ايه، واحط الملح بتاعي. شوف الملح بتاعي، وما انساش ان انا حاطه ملح فين، في الخلطه، يعني ما ازودش ملح، والماجي كمان بيحدق. احط الميه اهي، احط الميه بتاعتي. وهقول لكم بقى على التركه بتاعت المطاعم. انا ببقى مكرمله شويه سكر. بصوا مكرملاهم بس مش حرقاهم، مكرملين اهم. دي التركه بقى بتاعت المطاعم، اللي طبعا بيدينا الطعم الجميل بتاع المطعم. نحطها بقى هنا اهو. جربوها بقى بالسكر المكرمل ده، بتبقى جميله زي بتاعت المطاعم بالظبط. انزل بقى بالرز بتاعي مغسول اهو، نضيف ومتصفي. الرز بتاعي اهو غسله كويس اهو، مصفياه. انزل بقى دي هنا، بسم الله. شوف الملح بتاعه، اظبط الملح بتاعي اهو. وانا شايفاه محتاج كمان شويه ميه عشان يستوي كده، ويبقى مفلفل معايا كده ويبقى حلو، ده زي بتاع المطاعم بالظبط. نفس التركه دي بيعملوها في المطاعم. نغطيه بقى ونسيبه ما يستوي مع بعض. هننقله على نار هاديه. بصوا بقى الزيت بتاعي سخن اهو. اقوم ايه، فاتحه السمكيه من جوه كده. لازم افتحها وانزلها في الزيت، وزيت غزير على فكره عشان ما يحرقليش السمك لازم يكون شايله زيت من فوق وتحت. ما اقلبش بقى السمك كتير في الزيت. بصوا انتوا لو حطيتوا زيت كتير من فوق ومن تحت، بصوا يبقى شكله كده، يبقى طالع حلو كده وكله لون واحد، التسويه واخده فوق وتحت. نطلع عشان ما يبقاش ناشف. وبصوا نصيحه مني يا بنات، ما تطلعوش على مناديل مطبخ او اي مناديل، لان بصوا لما بطلع على البتاع الشبك دي ما بيطراش. بصوا اهو طالع معانا كريسبي وجميل ازاي. الرز بتاعنا بصوا بقى عامل ازاي، الرز جميل اهو ما شاء الله. نحط بقيه السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم افتح السمكيه من جوه
عشان الزيت يدخلها وتستوي والخلطه اللي فيها تستوي.